تعرف منتخب الجزائر للسيدات على منافسيه ضمن النسخة ال13 من كأس إفريقيا للسيدات 2025 المقررة ما بين الخامس والسادس والعشرين جويلية المقبل. فين ملعوبة هاد كأس افريقيا؟ هي عرفنا الجزائر غتلعب، ولكن فين ملعوبة؟ ما قدرتيش تقول صاحبي في المغرب، وقول صاحبي في المغرب راه عادي الجزائر غادي تلعب في المغرب. اصاحبي والله ما كتحسموها الاعلام الجزائري بالله. نكملوا. وستلعب سيدات الجزائر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا، تونس وبوتسوانا. وكان منتخب الجزائر الغائب عن النسختين الأخيرتين قد اقتطع تذكرة التأهل إلى النهائيات عقب فوزه على بوروندي ذهابا وإيابا في اللقاءين اللذين أجريا بملعب الخامس جويلية بالعاصمة الجزائر. وتستمر العقدة الجزائرية من المغرب، ديما المغرب معقدهم مكرههم في حياتهم. البلاغ اللي شفتو ديال الاتحادية ديال كرة القدم في الجزائر بالنسبة للمنتخب ديالهم غادي يشارك في كأس افريقيا. العالم كامل عارف بان الكأس ديال افريقيا للسيدات غتنظم في المغرب، ولكن كما سمعتوا في البلاغ ديال الاتحادية ديال الجزائر ما ذكرينش اسم المغرب. خسروا تقصاو ذبحوا، شاركوا ذاك العام تقصاو، وهذا العام غيشاركوا المجموعه فيها تونس، فيها هذا. فين غيلعبوا؟ واش المريخ، واش في السودان، واش بنغلاديش، واش كوكب زحل؟ المهم ما يذكرولكش المغرب في القنوات الرسميه ديالهم، وهذا كيزيدوا ياكدوا دائما وابدا، كيزيدوا يفضحوا راسهم ان عندهم عقده اللي سميتها المملكه المغربيه. المغرب غادي تنظم كاس افريقيا سواء شارك بنو كرغل ولا ما شاركوش، جيتوا ولا ما جيتوش ما غديروا حتى شي لعبه. وراه المنتخب الوطني المغربي يلعب معكم وعطاكم رباعيه كامله، غتجيو غتخسروا ثلاثه ديال المباريات وغتمشيو بحالكم. لهذا ما بغاوش يديروا اشهار المغرب، وحنا كنعرفوا النظام ديال الكبرانات كيفاش يفكر وكيفاش يعني العقليه ديالو تجاه المغرب. بل ان ملي كتشوف الاذاعه المغربيه او التلفزه المغربيه ما عندهاش عقده. المغرب غيمشي يشارك في الجزائر عادي جدا، الوداد الجيش غيمشيو يلعبوا في الجزائر عادي جدا. الجزائر بلد جار عنده الحدود مع المغرب، كلشي كيعرف. ولا كانت بطوله راه العالم تيعرفها والعالم غيشاهدها، غتشاهدوها في القنوات الرياضيه وكذلك في بين سبورت. كلشي غيشوف هاد كاس افريقيا. راكم شفتوا ديك الخطره الفينال اللي تلعب بين المغرب وجنوب افريقيا والحضور اللي وصلوا، والمغرب اللي تينقد الكاف في هاد المسابقه للمره الثانيه. فغنمشيو نسمعوا فؤاد الجزائري اللي بهدل الجزائريين بسبب هذا الامر هذا. علاش ما عندهم هذه العقده ديال المغرب؟ ما فهمتش انا والله العظيم اخوتي ما فهمتش. نسمعوا سي فؤاد شنو قال ونرجعوا نرياكتو على الفيديو. السلام عليكم الاخوات والأخوات كراكو دايرين. اليوم جيت نرد على الاتحاديه الجزائريه لانه دارت واحد خطا ماشي خطا، يعني هم متعمدين هذا في الاخطاء ديالهم بسبب كاس افريقيا ديال السيدات اللي في المغرب. دايرين الحكام غادي يشاركوا في لاكوب دافريك هذه ديال السيدات اللي غتبدا في المغرب ان شاء الله نهار 5 في الشهر، نهار 5 الشهر الجاي ان شاء الله تبدا في المغرب بمشاركه المنتخب الوطني الجزائري مشارك في هذا لاكوب دافريك. قال لك اسيدي الحكام راهم غاديين يشاركوا في كاس افريقيا. فين؟ ما عرفتش واش في شي دوله، يعني واحد اللي يكون في هكذا في الجزائر يقرا هذاك المنشور عيب. اتحاديه تمثل زعما وتمثل الرياضه في الجزائر وكذا منا، وما قادرش تكتب البلد اللي غادي تشارك فيها. وهذيك البلد راه معروفه، راه عارفه العالم كامل. فابريسيو رومانو دار ايت نوري مغربي لانه ما يعرفناش حنا ما معروفينش، المغرب معروف. يعني نتوما وصلتوا لواحد الحد ديال الانحطاط ما قادرش تكتب اسم المغرب. عيب. كتب اسم المغرب نورمال عادي، غادي تشارك في الاخر عادي. وصلتوا لواحد الانحطاط اللي ما لا عيب راكم غاديين في واحد الاتجاه. عيب. حشومه. انا بعض الصحفيين رديتهم للطريق، راني لعل وعسى ان شاء الله مازال غادي شويه بشويه حتى نردهم للطريق، لانه قربت لكم دافريك والملاعب راهم يبانوا والدنيا راها تبان والدنيا منوره ما شاء الله في مدينه الرباط وفي الدار البيضاء والمغرب منوره ما شاء الله. وكاس افريقيا هذه ديال السيدات اللي غتبدا في 5/7 هذه غير بروفا، لانه غادي تلعب بعد المنتخب المغربي المقابلات ديالو كامل غيتلعبوا في الاولمبي لما شاء الله. وغادي يلعب الماتش الاول يلعبوه مع 10 ديال الليل نهار 5 في شهر 7 غادي يلعبوهم على 10 ديال الليل. الله ومع زامبيا. يعني ما كانش هذيك فين غتهربوا، غادي كلشي يشوفوا. غادي يجي المنتخب المغربي غادي يلعب في الاولمبي بالكاميرات والملعب ما شاء الله اللي قدامه ديال 75,000 ديال 70,000 متفرج. واش راه يسناكم يا صحافه زيكو؟ ومع ذلك ما راضينش تكتبوا اسم المغرب. حاشمين الاتحاديه يا وليد صادي.
هو اللي غادي انت تمثل زعما تمثل الاتحاديه في المحافل ديال الفيفا وكذا منا، وتقعد قدام فوزي القشا وتقعد قدام المغاربه. يعني عيب ما تقدرش تذكر اسم المغرب، ولا خايف بالصمطه من الفوق. وصلنا لهذا الانحطاط. وصلت بكم للخوف، والعالم راه كنتي واش راه واقع فيه. انت ناعس في الدار تيقول لك هيا الله يعاوننا يعاونك. العالم كيفاش راه اليوم بتيليكوموند وجاي ما قادرش تكتب اسم المغرب. عيب المستوى اللي وصلت له المنحط. ولا خايفين فابريزو رامون حتى هو ما عرفنا. هو عنده الحق والله ما عرفناش، لانه هو معاكم نتوما ولينا مارشاريال، معاكم بالاتحاديه ديال الرياضه وكل شيء، ما بقاش حتى واحد يعرفنا، ما كانش، ما عندناش. مشينا مع لبنا مع السويد كلينا طريحه، غير ربي كنا نديو فضيحه وكارثه. ونهار تبغى تنفخوا العجلات في اللعابه ومنها دينا 4 عطاو سجلنا 3 بلك شايف. هما كنا غادي نخرجوا ب 4-0 5-0 كانت غادي توقع كارثه لا قدر الله. الانديه ما تشاركش كاع. هو الوداد ما شاء الله غادي نهضر على الحلقه ديال الوداد، غادي نهضر عليها قبل، بس غادي نهضر على كاين 31 لاعب مغربي مشارك في كاس العالم. احنا عندنا واحد ايت نوري. ايت نوري راه محاضين وغادي يحظيه، وقلت لك مسكين لا قدر الله يا ربي. عندنا واحد كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا الاخوان ديالي دائما هذا الشيء فكروني في كاس العالم، في الاقصائيات ديال كاس العالم، ملي كانوا تيقول لك اسبانيا خسرات مع من ما نعرف، البرتغال تقصات مع من ما نعرف، ما كيقدروش يذكروا اسم المملكه المغربيه الشريفه في القنوات ديالهم. وهذا تيبين ان عندهم نقص. هادشي راه كيبين بانهم عندهم نقص تجاه المملكه المغربيه، وتيزيدوا ياكدوه نهار على نهار، تيزيدوا ياكدوه. فين ما تكون شي مسابقه تيزيدوا ياكدوه. ومنين تكون مسابقه ديال كاس افريقيا ديال 2025 اللي غيشارك فيها المنتخب ديال الرجال واللي تاهل لها بالمناسبه، كيفاش غديروا؟ ما غديروا بلاطويات، ما غتشوفوا المنتخب ديالكم، ولا غتعاودوا ديروا لهم التسجيلات ديال كؤوس افريقيا اللي دازوا. لا هادشي بزاف، هادشي ديال الاتحاد ديال الاعلام الجزائري بزاف والله العظيم الا بزاف. بل ان الجزائريين كما سمعتوا ولاو كيجيهم اشمئزاز من هاد الاذاعات ديالهم، لانهم عاقوا بان المغرب فاتهم بزاف وسبقهم بزاف، وهما بهاد التصرف ديالهم تيحاولوا يغطيو الشمس بالغربال. ولكن هيهات كتبقى المملكه المغربيه الشريفه عقده لهاد الناس هادو الى ابد الابدين، خصوصا الانتصارات الدبلوماسيه اللي كتحققها المملكه المغربيه في القضيه ديال الصحراء المغربيه. راكم شفتوا الدول، واليوم الصين قريبه كذلك انها تعلن على القضيه ديال الحكم الذاتي، الدعم ديال الحكم الذاتي، وغادي يوليو 4 ديال الدول يعني من في الامم المتحده اللي عندهم العضويه كامله من بعد فرنسا وامريكا وبريطانيا. بقات غير الصين وروسيا، وراهم في الطريق ان شاء الله باش هذا الموضوع هذا نطويوه ونسدوه، وديك الساعه نشوفوا شنو غيبقاو يقولوا في الاعلام ديالهم. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هادشي اللي نقدر نقول لكم مع الاعلام في الجزائر. نشوفكم فيديو جديد. كان معكم خوكم انوار. ما تنساوش تبارطاجيو لنا الفيديو باش ينتشر للجميع، ونتشوفوا في فيديو جديد.